بصوا يا رجاله، دي اول مره اركب ياباني في حياتي، ودلوقتي انا بتسحب اهو. ايه الاخبار يا جماعه؟ انا دلوقتي على كورنيش اسكندريه ومعايا مكنه ميدو صاحبي المشنشه. انا حاسس ان انا هركب جرار زراعي، مش عارف اسافر بيها ازاي الصراحه. قبل اي حاجه انا عايز اقول لكم ان انا بعشق كورنيش اسكندريه، وفي نفس الوقت بكرهه. يعني انا بعشقه ان انا الجري فيه حلو والمشي فيه حلو عموما، والجو بتاعه كده حلو على البحر والشوارع بتاعته جميله، بس في نفس الوقت ما بطيقش الزحمه بتاعته. في بعض الاماكن كده فيها زحمه انا الصراحه ما بطيقهاش، واللي هو يعتبر بحس ان هو تلت الكورنيش زحمه، فدي حاجه بتضايقني. لكن انا برضو بحبه، فانا هستحمله عشان انا بحبه بس. طبعا من الحاجات اللي بحبها هنا في اسكندريه ان الشباب هنا بيحبوا يجيبوا المكن ويهتموا بيه قوي. اكتر مكان روحته، اكتر محافظه روحتها، لقيت ان الشباب هنا بيمسكوا المكن ويهروه تعديلات، اقلب مساعدين وجكمانات ورفع وكل حاجه بيحصل في المكن هنا، على عكس القاهره تماما. يعني من كل 10 مكانات ممكن تلاقي مكنه متعدله ولا حاجه، لكن هنا بحس ان الرجاله بيهتموا بالمكن اكتر، فدي حاجه بتحسسني الجو مختلف لما باجي هنا. غير طبعا الجري هنا برضه على الكورنيش ممتع شويه، مع ان هو خطر، بس اهو. انا عارف ان في حوادث بتحصل هنا على الكورنيش كتير جدا. طبعا بقى هنا على الكورنيش كله ملفات وحوارات جامده، انا بعشق الملفات دي. طبعا المكنه بتاعت ميدو ديت انا مش واخد عليها قوي، فانا مش قادر اخد الجرأه الكامله ان انا اتعامل بيها في الجري هنا الصراحه. الراجل اللي قدامي بتاع البنيلي ده انا اعمل له فولو من اول الطريق. ممكن نعمل ان فولو دلوقتي. يا ميدو المكنه بتاعتك عايزه ورق دبرياج. الله 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 الله، ده مهبط طيارات هليكوبتر هنا. لو حد يعرف دي ايه يا ريت يقول لنا في الكومنتات تحت. الحاجات بقى اللي بتضايقني هنا برضو الاشارات. انا عايز اعرف يعني ايه اشاره 200 ثانيه يا جدعان. القاهره كلها فيهاش اشاره واحده 90 ثانيه على بعض، يعني ايه اشاره بقى 200 ثانيه؟ انا ابقى رايح مشوار نفسي اتاخرت 5 دقايق عشان اشاره. الموضوع ده غريب جدا. خلينا واقف باكل ام علي على موتوسيكل، مش اي موتوسيكل خلاص، هو موتوسيكل هنا بتاع احمد علاء زويكر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وكابتن هيثم موتو فلوج. يا اهلا وسهلا، يا اهلا يا اهلا. عند الشيخ وفيق. نورتنا يا معاذ. منورك يا كابتن هيثم. الشيخ وفيق. الشيخ وفيق. السلام عليكم. لا بجد انا بجد مبسوط جدا ان انا بقالي كتير نفسي اجرب الشيخ وفيق مع كابتن احمد علاء. ممتاز. وكابتن هيثم الموتوسيكلات بتاعتهم حاجه كده روعه، وكان كابتن هيثم خلاني اجرب ان انا اركب 1000 سي سي اول مره في حياتي اعملها، فاحساس جامد قوي دلوقتي. انا للاسف ما سافرتش هنا بالموتوسيكل بتاعي، لان بعد الشر يعني عنكم كلكم. هو عادي والله الموتوسيكل يعني مشي مسافه محترمه، يعني انا غيرت له بيستم وكان لسه محتاج يتلين، وميعاد السفريه جه فسبت الموتوسيكل بقى وجيت مواصلات، وميدو هو اللي جايب الموتوسيكل بتاعه. اللي انا اعرف برضه هنا يعني في حاجات مختلفه هنا في اسكندريه على عكس القاهره، زي مثلا الاشارات، المرور هنا بيشد جامد جدا، يعني اي حاجه لو انت ماشي من غير خوذه ولا من غير اي حاجه اعرف ان هم يعني مش بيرحموا حد. في القاهره ممكن تكون الامور شويه كده وشويه كده، في نظام شويه في الطرق اكتر من القاهره برضه. موضوع المشي عكس ده مش كتير برضه، فهنا بحس ان انا فعلا رحت بلد تانية خالص مختلفه تماما عن القاهره. انا رحت محافظات كتير بس هنا بحس ان هيكله المرور وهيكله الطرق هنا مختلفه تماما عن بتاعه القاهره. شط اسكندريه يا شط الهوا
ما غنيش تاني. حاضر. انا عايز اخش على كبة الحرش. جرأت نفسك يا ابني. حط لي الليمون هنا. الملفات ديت رهيبة رهيبة رهيبة. عايز واحد كده اكون ايه تعود على المكنة وهاتك ملفات بقى للركب. الصراحة جري هنا على الكورنيش بمليون جري في القاهرة. الكورنيش هنا بيطلع باور تاني خالص. الله 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 الله. الراجل بتاع بنيلي ده خاطرني من أول الطريق وأنا ما أعرفش يا راجل مش كده. دي الزحمة بقى اللي أنا بتكلم فيها. المناطق بتاعت ميامي بقى وخالد بن الوليد والحتت دي فيها زحمة مستفزة الصراحة. وعلى طول زحمة يعني مش وقت معين، هي تقريبا على طول زحمة. الصبح بالليل بقى اي وقت. دلوقتي رجعنا مروحين انا وميدو من اسكندريه للقاهره. فاجئنا ان الطريق عليه شبوره رهيبه حرفيا. انت بتجيب ايه يا ابني؟ الناس مش هتشوف حاجه اصلا كده كده حرفيا. احنا ما بنشوفش قدامنا مثلا ب 40 متر 40 متر بس. فاحنا حتى سرعه 50 او 60 يعني ماشيه معانا بالعافيه. فانا الصراحه في ابلكيشن معين مثلا بيبين ان الطريق عليه شبوره ولا لا، او الاخبار اصلا عموما بتبين حاجه زي كده. انا مش عارف اقول لك ان احنا غلطنا ان احنا طلعنا على شبوره عشان اصلا ما اعرفش ان في شبوره. ف لو انت مكانها هتعمل ايه؟ مش عارف. ادينا واقفين اهو شويه، ولو اتحركنا ممكن نتحرك على سرعه 30 40 زي ما انت شايف كده. الطريق كله تريلات وكله ماشي في انتظار. و موقف غريب شويه بس خلاص الواحد اتعود. قبل كده كنا راجعين برده من بورسعيد والطريق كان شبوره برده، كنا ماشيين يعني يا دوب برده شايف ده 30 متر بالظبط 40 متر بالظبط بالعافيه. بس كان الطريق مليان عربيات وزي ما تقول كده ايه مدفيين بعض. الموضوع ممكن يبان غريب شويه بس لا، كله بيبقى ماشي مدي انتظار وكله ماشي على نور التاني. فبيبقى كله موحد سرعه واحده اللي هي مثلا 50 60. فالموضوع امان شويه. ايه لو الكلام ده 6 الصبح، كنت ساعتها راجع من بورسعيد كانت الساعه 6 الصبح، لكن دلوقتي الساعه دلوقتي 4 الفجر. فاحنا مش شايفين اي حاجه. ادعوا لنا نوصل بالسلامه كده. يا ميدو ايه الحوار واحد يجي من غير مكنه ده طلع رايق ولا سواق بقى راجع قلب. عم ميدو هيسوق بينا.